هنعمل النهاردة بقى بسبوسة الحلواني بكل سهولة. بسبوسة مرملة وطرية وطعمها يجنن، حلوة جدا جدا. لازم تجربوا الوصفة دي يا بنات. بس نصلي على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين جمالها ولونها الذهبي التحفة ده؟ شايفين عاملة ازاي؟ مرملة جدا وسهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط وهتكوني عاملاه. شايفين ترميلتها يا بنات؟ تجنن بجد، وشاربة السيرب بتاعها وطرية جدا. ما اقولكيش بقى على طعمتها. لازم تجربوا الوصفة دي بجد. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف احنا عملناها ازاي. معايا نص كيلو من السميد او دقيق السمولينا، وهنحط عليه نص كوباية من السكر ونص كوباية من جوز الهند ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. انت لو مش عايزة تحطها ما تحطوهاش، بس انا بتفرق معايا بصراحة. بحس ان البسبوسة كده يعني طرية كده ومش ناشفة وطعمها حلو قوي. حطيت عليها نص كوباية من السمنة البلدي. تمام كده. هنقلب الخليط بتاعنا وبسرعة كده علشان مش هنقلب فيه كتير. خلاص كده بقى الخليط مرمل معانا ازاي. ضفنا عليه كوباية الا ربع من الحليب، وهنقلبه برضو ما نقلبش فيه كتير علشان مش تبوظ مننا. خلاص كده انا قلبتها. ممكن برضو انت الخليط بتاعك يبقى ناشف شوية تزوديه معلقتين حليب، مفيش مشكلة. جبت صينية دهناها دهنة من السمنة كويسة كده. طبعا انا بقى قلبت الخليط في الاخر بايديا كده علشان خاطر ما يكونش فيه في البولة من تحت يعني دقيق سومولينا لسه ناشف تحت او كده مش وصله الحليب. فردناها بقى في الصينية بتاعتنا بمعلقة بقى كده ممكن تبليها مية تبليها سمنة اي حاجة، وهتسوي وش الصينية من فوق. طبعا انا بقطع دلوقتي، مش بقطع للاخر، انا هعلم بس البسبوسة من فوق كده علشان لما اجي اقطعها بعد ما تستوي ما تتهربتش مني وتطلع القطع متساوية وشكلها حلو زي ما انتوا شايفين كده. هنحطها بقى فين؟ في الفرن على درجة حرارة متوسطة يعني 180، ونشغل الشواية برضو علشان هي بتحب درجة الحرارة عالية. ده بقى السيرب بتاعنا، كوبايتين من السكر كوبايتين من المية، وهنحط رشة فانيليا وعصرة ليمونة، وهنولع عليه النار. هما غلوتين اتنين وبس وهنفصل عليه. مش عايزينه يبقى تقيل. سيرب البسبوسة يا جماعة بيبقى خفيف مش تقيل. طبعا البسبوسة بتاعتنا استوت والسيرب بتاعنا مولع. البسبوسة لسه سخنة جدا طالعة من الفرن، والسيرب بتاعنا او الشربات يبقى سخن جدا. يعني هو بصراحة انا فصلت عليه النار وكانت البسبوسة مش استوت. قرب لما جيت اطلع البسبوسة غليته غلوة على النار كده علشان يبقى يبقى سخن. طبعا البسبوسة دلوقتي شربت السيرب بتاعها وبردت كمان. هعيد بقى تقطيع عليها كده. ما ننساش بقى يا بنات نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا هنقطعها كده. شايفين القطعة بتطلع متساوية وجميلة ازاي وحلوة جدا جدا. شايفين جمالها؟ حلوة يا جماعة، يعني مش عارفة اقول لكم وطبعا السمنة البلدي بتفرق جدا مع الحلويات. يعني البسبوسة بالسمنة البلدي طعمها يجنن. شايفين؟ مرملة ومتماسكة في نفس الوقت وطرية ومرملة. حاجة كده تحفة ما شاء الله عليها. يعني عظمة بجد. شايفين مرملة ازاي؟ الله الله على الجمال. لازم يا جماعة تجربوا الوصفة دي تجنن بجد. يعني ومش هتكلفك كتير لما تعمليها في البيت. لما تشتريها من بره طبعا انتوا عارفين الاسعار عاملة في البيت بقى مش هتكلفك حاجة. كل مكوناتها ان شاء الله تبقى موجودة عندك. جربوها وبألف هنا وشفا للي يجربها.